الإخوان المكنسية، سلام الله عليكم. مرحبا بكم، معكم الحاج دياغنوستيك. الفيديو الأول شفنا اون انتروداكسيون على الشعبة والآفاق ديالها في المغرب. اليوم غادي نبداو الدروس اللي وعدتكم بها في شعبة ديال دياغنوستيك اي الكترونيك امباركي او باختصار TSDE. الدرس الأول اللي غتقراوه واللي العنوان ديالو ميتيي اي فورماسيون. هذا الدرس الاخوان راه هو الاساس اللي غادي تبنيو عليه المستقبل ديالكم في هذا المجال. اذا في هذه الفقره هذه غادي نقراو علاش هذه المهنه مهمه بعدا، شكون هو تقني متخصص في هذا المجال، وكيفاش كيختلف على ميكانيكي عادي، شنو المهام ديالو وشنو خاصو باش يكون ناجح. شحال هذه الاخوان كانوا الناس كيعتبروا ان الميكانيك غير حرفه ديال انك تخدم بيديك مجلخه بالزيت اولا شي كراس صغير في شي زنقه، وكان ديك الصوره ديال الميكانيكي اللي ديما سروالو مقطع ولا حاشي وجهه وسط شي موتور وشاعل كارو مثلا. لكن اليوم السيكتور ديال لا ميكانيك تبدل بزاف، الطوموبيلات ولاو معقدين بزاف، ما بقاش غير موتور عادي وكاربيراتور. دابا ولات الطوموبيل فيه هادي سيستيم الكترونيك من القدام حتى للور، بحال دي سيستيم دانجيكسيون الكترونيك. هادو بحال الكمبيوتر اللي كيحسب بالضبط شحال خاص الموتور ديال الريح والكاربيرون باش يخدم بغونطابيليتي عاليه وباش ما يستهلكش بزاف. كاين دي سيستيم اونتي بوليسيون بحال لي فيلتر ولي كابتور. هاد السيستيم كيمنع الطوموبيل تطلع الدخان كحل وتلوث لنا لونفيرونمون. كاين لا بي اس، لو اس بي. لا بي اس هو داك السيستيم اللي كتعرفوه كاملين، السيستيم اللي كيمنع لنا الروايد باش ما يديروش فران سيك وتزلق بك الطوموبيل ملي كتفراني بالجهد. لو اس بي هو السيستيم اللي كيعاود يوازن الطوموبيل في الطريق ملي كدوز من شي بلاصه كتزلق، بحال مثلا في اللحظات الاولى ديال الشتاء. ليرباغ هذا كلشي كيعرفو، هما دوك الاكياس اللي كيتنفخوا في لاكسيدون الله يحفظ وكيحميو الركاب. كاين عاود مولتيبليكساج، كيعني ان جميع الانظمه كتواصل مع بعضياتها اترافير واحد لو ريزو الكترونيك بحال الا قلتي الانترنت ديال الطوموبيل. اذا الطوموبيلات اليوم ولاو بحال لي سمارت فون، صغار من برا ولكن في الداخل ديالهم فيهم بزاف ديال الالكترونيك ولي لوجيسيال. وهنا كيجي الدور ديال ان تكنيسيان سبيسياليزي. اذا السؤال هو علاش هاد المهنه مهمه؟ اولا حيت الطوموبيل المودرن محتاجه ناس اللي كيعرفوا التكنولوجيا. الميكانيكي ديال شحال هادي كان يقدر يصلح الموتور، ولكن اليوم ملي يبان لك مثلا فويون روج في الطابلو، هنا خاص التدخل ديال الدياغنوستيك الكترونيك. ثانيا هذه مهنه اللي ستابل او نيفو ديفولوسيون، مستقره. كيفاش؟ الطوموبيلات ماشي غادي توقف لا برودكسيون ديالهم، بل بالعكس غاديين وكيزيدوا في التطور ديالهم. ثالثا فرص العمل اللي مفتوحه، تقدر تخدم مثلا في كونسيسيونير يعني وكاله رسميه بحال بوجو ولا رونو، تقدر تخدم في ان كراج ميتشي مارك اللي كيخدم في جميع الانواع ديال السيارات، ولا حتى تفتح اتولي ديالك وتولي باترون. علاش لا؟ دابا خلينا نفرقوا بين ميكانيكي عام واللي نقدروا نسميوه جينيراليست وتقني متخصص واللي هو تكنيسيان سبيسياليزي. الميكانيكي العام راه بحال شي طبيب عام، بحال شي جينيراليست نيت، كيخدم على كل شيء، شويه من الموتور، شويه د الفريناج، شويه د الفيدونج، سسبونسيون، يقدر يبدل الكولاس، فيبروكان، بيستون وحتى الموتور كامل الى اخره. ولكن هاد الخدمه كتطلب بزاف ديال لي فور فيزيك، تماره والوسخ. اما التقني متخصص فهو بحال شي طبيب مختص كيخدم غير في واحد الدومين. كاينه سبيسياليتي الكتريسيتي كيف ما كاينه سبيسياليتي في لا ترانسميسيون، وكاينه حتى في الكليماتيزاسيون الى اخره. وحنا الهدف ديالنا هو نوليو سبيسياليست اون دياغنوستيك. دابا ندوزو في شنو هي الانواع ديال لا سبيسياليتي اون دياغنوستيك الكترونيك، غادي نفسرهم واحد بواحد باش تكون الامور واضحه. كاين دياغنوستيك موتور، هنا كنفحصوا واش الموتور اليمونتي مزيان، واش سونسور ديال الريح والكاربيرون مثلا خدامين، واش سيستيم اونتي بوليسيون ما كيدخلش الدخان زايد الى اخره. نعطيو مثال، كليان جا عندك اوتوموبيلتو كتخرج الدخان كحل، ممكن يكون المشكل ان فلتر بوشي مخنوق او شي انجيكتور ما كيخدمش مزيان. هنا لو سكانير كيوريك بالضبط
فين كاين الخلل. وهذا هو الدور ديالك في التعامل مع لي زوتي دو ترافاي بحال سكانير. كاين تاني دياغنوستيك ABS و ESP. هادو سو سون دي سيستيم دو سيكوريتي، يعني اي مشكل فيهم راه كيعرض مولاهم للخطر. كاين تاني دياغنوستيك ايرباك، هذا سيستيم اللي كيحمي في لي زاكسيدون. الله يحفظ، الا السونسور ما خدامش ممكن في لاكسيدون الايرباك ما يتفتحش، وهنا كيجي الدور ديال الدياغنوستيك اللي كيوريك واش لو سيركوي خدام وما فيه حتى شي مشكل. كاين تاني دياغنوستيك كليماتيزاسيون، هنا واش الطوموبيل كتبرد مزيان، واش الكابتور تمبيراتور خدامين ولا لا، واش الغاز كافي ولا لا. اذا تكنيسيان اون دياغنوستيك كيدخل بحال ديتيكتيف، كيقلب على الخلل وسط لي سيستيم الكترونيك ديال الطوموبيل. باش نلخص لكم هادشي كامل اللي قلنا، تكنيسيان دياغنوستيك هو بحال شي ميدسان سبيسياليست، كيستعمل لو سكانير تماما بحال شي طبيب اللي كيستعمل الراديو والتحاليل. كيبدل كابتور الى خسر ويقدر يغو بروغرامي لو لوجيسيال ديال الكالكولاتور، وفي الاخير كيدير لي سي سور روت باش يتاكد من ان الطوموبيل يقدر لي كليون يسيركولي بها. نعطيكم مثال على هذا الشيء نيت من الواقع. كليان كيقول ان الموتور كيقطع كيديغاطي، انت او طونك تكنيسيان سبيسياليتي اون دياغنوستيك كدير لو سكان ديالك، يعني كدير دياغنوستيك، كتلقى المشكل في السونسور ديال البريسيون اسانس مثلا، كتبدلو وكدير ليه تيست والموتور كيرجع خدام. الكليان مزق تيقول لك واش غير هاد البياسه الصغيره اللي دارت المشكل السونسور زعما. انت الدور ديالك او طونك تكنيسيان خصك تشرح للكليان باللي هاد السونسور الصغير بحال هذا ممكن يسكت الطوموبيل، بل ممكن انه يخرج عليها كاع. اذا باش تكون ناجح في هاد لو ميتيي خاصك بزاف ديال الكاليتي، واللي منهم اولا ريغور اي ميثود، تخدم منظم ماشي غير عشوائي وصافي. ثانيا لابيليتي مانويل، يديك خاصهم يكونوا نحيلات كيف ما كنقولوا، باش مثلا تعرف تركب كابتور بلا ما تهرس حتى شي كونيكتور. ثالثا ليسبري داناليز، خاصك تكون بحال شي انسبكتور كيحقق في شي جريمه، تجمع المعطيات وتخرج بالنتيجه اللي تكون صحيحه. ورابعا لا كومونيكاسيون بيان سور مع الكليان. راه الكليان راه ما كيفهمش الالكترونيك، وانت الدور ديالك كتقني محترف خاصك تشرح ليه بلغه بسيطه اللي يفهمها ويمشي من عندك ساتيسفي وفرحان. مثال، خلينا نيت غير في المثال الاول ديال البان سونسور. ما تقولش للكليان طون كابتور بي ماش اي اش اس او لا ما خدامش، حيت هو راه ما كيفهمش لي مو تكنيك ديال لا ميكانيك. تقدر تقول ليه راه كاين واحد السونسور صغير كيحسب السرعه ديال الموتور وهو اللي عطى المشكل، باش يحس الكليان براسو فهم المشكل اللي عنده ويمشي من عندك مقتنع وفرحان. وما تنساش بيان سور طون ايماج بروفيسيونيل، راه مهم بزاف. الكليان راه هو اول حاجه كيشوفها واش انت نقي بعدا، واش لاطولي ديالك فين خدام بيان اورغانيزي كلشي منظم. الا لقى غير شي زيت في الارض ولا شي اوتيل مرمي مثلا غادي يقدر يشك في خدمتك والقدرات ديالك او طونك تكنيسيان. ودابا ندوزو المهام ديال التكنيسيان اون دياغنوستيك واللي كتقسم الاربعه ديال لي زيتاب، عقلوا عليهم مزيان. الاولى اكيير لو كليون، خاصك تستقبلو بلو سورير، تسولو اسئله بيان بريسي. واش كاين تقرقيب مثلا، واش كاين دخان، الموتور كيديراطي ولا لا. وفي نفس الوقت خاصك دير واحد ليكزامان فيزوال للطوموبيله ديالو، يعني كدير واحد الريفيزيون على الطوموبيل وهو كيشرح لك المشكل. ثانيا دياغنوستيكي، هنا كتخرج ليبوتيز وكدير تيست بالسكانير ولي زوتي اللي عندك ديسپونيبل. من بعد كدير تريتمون دو دوني باش تخرج بالنتيجه اللي صحيحه. 3 ريباري، بيان سور من بعد التريتمون دو دوني هنا كتجي لا ريباراسيون، كيجي الاصلاح، كتبدل ليه لا بياس اللي خاسره او كتقدر تصلح ليه لو سيركوي اللي فيه المشكل، او تقدر كاع تغو بروغرامي لو لوجيسيال ديال الكالكولاتور الا كان فيه شي مشكل. رابعا ريستيتوي فيكول، خاصك دير لانسبيكسيون فينال، تشرح للكليان شنو درتي بالضبط، تعطيه فاكتور اللي واضحه
وتأكد باللي الطوموبيل صالحة ويقدر يسيركولي بها وهو أليز. وعلاش هاد الانسبيكسيون مهمة؟ حيت الا ما درتيهاش وخرج الكليان بالطوموبيل ديالو مثلا ولقى مسمار ولا شي ساروت نسيتيه تما، فراه يقدر يرجع لعندك وهو معصب، والريبوتاسيون ديالك وليماج ديالك تقدر تمشي في مهب بالريح. وهذا الشيء غير من غلطه صغيره بحال هادي. اذا باش التكنيسيان اون دياغنوستيك يكون ناجح، خاص 4 ديال الشروط اللي خاصكم تعقلوا عليها مزيان. اولا كونيسونس بلس ابيليتي بلس اتيتود. خاصك تكون عارف موتور ايسانس من ديزل، الكتريسيتي، الالكترونيك. خاصك تعرف تقرا لي شيما ديالك مزيان، تفسر لي سينيو وتخدم يديك بدقه وحرفيه، تكون نحيله كيف ما تنقولوا. وزيد عليها لاتيتود ديالك خاصها تكون مزيانه، لو ريسبي ديال الوقت، المسؤوليه، الدقه، لا بريسيزيون والنظافه. ثانيا انفورماسيون تكنيك، دوكيومونطاسيون كونستركتور، شيما الكتريك و لا ميزاجور ابيتويل. دابا راه السورس دانفورماسيون ولات كاينه وديسپونيبل في الانترنت، حيت بلا معلومات غتبقى عايش غوطاردي على لي زوطر. ثالثا اوتيل دو دياغنوستيك، سكانر، ملتيمتر، اوسيلوسكوب، اناليزور دو غاز او باسيمتر. كل واحد من هادو بحال انستريمون في لا ميديسين. رابعا اتولي بيان اورغانيزي، بروبر، إكلير أو فونتيل. الكنيان إلا شاف أتولي نقي غيتيق فيك، والصورة ديالك بيان سور باغمي لي زوتر تكنيسيان غتكون باينة في المارشي. إخوان المكنسية، هذا كان الدرس الأول في شعبة دياغنوستيك إلكترونيك أمباركي واللي هي ميتي فورماسيون. شفنا علاش المهنه ديال دياغنوستيك مهمه، شفنا الفرق بين جينيراليست و سبيسياليست، شفنا عاود لي برينسيپو دياغنوستيك الكترونيك، وشفنا لي ديفينيسيون ديال تكنيسيان دياغنوستيك، الكاليتي ريكيز في هذه المهنه هذه. شفنا المهام الاساسيه كيف ما شفنا لي كونديسيون دان دياغنوستيك ريوسي. المره الماجيه ان شاء الله غادي نشوفوا لي موديل دو فورماسيون وشنو غادي تقراو خطوه بخطوه باش توصلوا، حيت الهدف ديالنا هو تكونوا دي تكنيسيان سبيسياليزي كومبيتون. كان معكم الحاج دياغنوستيك. بقاو ديما كونسونطري بحال داك السكانير، الا ضيعتوا لا كونسونطراسيون راه يقدر يشعل لكم داك لو فويون روج اللي هضرنا عليه. ان شاء الله.